استثنائي للنادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي السنه دي عامل موسم استثنائي. طبعا النادي الاهلي على مستوى كره القدم ومستوى كره الطايره وعلى مستوى جميع مجالات وفروع كره القدم، كره التنس، كره الطاوله، حتى الرضع، النادي الاهلي حصل على كل البطولات السنه دي. يعني هجيبها لك باختصار كده بما ان معظمكم متابع كره القدم فقط. عايز اقول لك النادي الاهلي كلكم عارفين طبعا النادي الاهلي السنه دي حصل على مستوى كره القدم على 5 بطولات: بطوله الطايره، وحصل على كاس التنس، وحصل على دوري ابطال افريقيا لكره التنس ايضا، ويلعب في كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر ايضا في السعوديه. بالاضافه للنادي الاهلي على مستوى كره القدم طبعا كانت كلمه قائدنا محمد الشناوي: النادي الاهلي دايما ما بيفكرش غير في البطولات، ما بيفكرش غير في الامجاد، غير ان هو يشرف النادي الاهلي ويرفع اسم وقيمه النادي الاهلي دايما في القمه. وطبعا الاجيال القادمه واللاعيبه الجديده شايفه الحال النادي الاهلي بيحتفل بالموسم الاستثنائي، وبيوعد جمهور النادي الاهلي ان القادم افضل للنادي الاهلي. حضور كتيبه من النجوم الكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي ونجوم كره السله والطايره وكره القدم وكل شيء، وكل النجوم كانوا حاضرين في هذا الحفل الاستثنائي.